ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع بيضايقنا كلنا، الحبوب واثرها كمان، خصوصا لما بتطلع فجأة قبل المناسبات والخروجات المهمة. في الفيديو ده هقولك على كل الطرق اللي ممكن تعالجي بيها الحبوب والآثار، سواء كانت من البيت او من الصيدلية او حتى العيادات. لو عايزة فعلا تتخلصي من الحبوب وآثارها، اسمعي الفيديو للآخر لأن فيه نصايح مهمة جدا هتفرق معاكي. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول جزء معانا، ايه هي سبب الحبوب أصلا؟ قبل ما تعالجي لازم نعرف السبب. ممكن يكون السبب توتر أو عدم انتظام في الهرمونات، أو استخدام منتجات مش مناسبة لبشرتك، أو حتى عادة بسيطة زي لمس وشك وإيدك مش نظيفة، أو فرش الميك اب ما تكونش مغسولة كويس، أو الموبايل يكون فيه تراب وتحطيه على وشك. دي عادات سيئة بسيطة ممكن تسبب حبوب. تاني جزء معانا، وصفات بتقلل الحبوب تماما. هقولك على كام وصفة وإن شاء الله هتجيب معاكي نتيجة، بس لو الحبوب بسيطة. أول ماسك معانا، ماسك طبيعي ممكن يهدي الحبوب ويقلل الالتهاب، خصوصا لو الحباية بسيطة. الماسك الأولاني عسل وكركم. العسل مضاد للبكتيريا والكركم مضاد للالتهاب. اخلطي نص معلقة عسل مع رشة بسيطة جدا من الكركم وسيبيها 10 دقايق وبعد كده اغسليها. تاني حاجة معانا جل الصبار. ممكن تستخدمي جل الصبار قبل النوم كتونر، هيهدي معاكي الحبوب وينشفها تماما. تالت حاجة معانا مية الشاي الأخضر. كيس شاي أخضر امسحي بيه وشك قبل ما تنامي، بيقلل الزيوت والبكتيريا. تالت جزء معانا منتجات من الصيدلية. لو الحبوب زايدة شوية ممكن تحتاجي منتج طبي. أول حاجة غسول يكون فيه سلاسيليك أسيد أو بيروكسيد، أو كريمات يكون فيها ديفرين أو أكني فري أو إيفا كلار ديو من لاروش. تالت حاجة يكون جل مضاد للبكتيريا زي كليندا ميسين. استخدمي مرطب مناسب لأن العلاجات دي بتنشف البشرة. لازم في روتينك يكون كمان فيه واقي شمس. رابع جزء معانا جلسات العيادات. لو الحبوب عنيدة أو بقالها سنين ومش راضية تروح، الجلسات بتساعد جدا. أول جلسة ممكن تستخدمي الديرمابين، بتقلل الآثار والحفر، وممكن نتعمل بيها جلسة بالبلازما كمان. تاني حاجة التقشير الكيميائي، بيقلل الحبوب والبقع لكن لازم يتعمل عند دكتور مختص. تالت حاجة الليزر أو العلاج الضوئي، مناسب للحالات معينة ويكون فعال جدا. خامس جزء معانا روتين بسيط في اليوم بيفرق معاكي جدا في الحبوب والآثار. غسول الصبح وبالليل مناسب لبشرتك، مرطب خفيف، واقي شمس يوميا حتى لو مش خارجة. استخدمي فوطة خاصة لوشك واشربي مية كتير ونامي كويس. حاجات لازم تتجنبيها، ما ينفعش تفرقعي الحباية، وبلاش تنامي بالميك اب، وما تغسليش وشك بمية سخنة، وابعدي عن الزيوت التقيلة والكريمات اللي مش مناسبة لنوع بشرتك. وقللي من السكريات والأكل الحامي، بيزود الالتهاب والحبوب جدا. هنخش على تاني حاجة معانا وهي ازاي تعالجي آثار الحبوب. بعد ما الحبوب بتروح ساعات بتسيب وراها أثر وبيفضل مضايق البنات كلها أكتر من الحباية نفسها. هما نوعين من الآثار، بيبقى أسود أو بني مكان الحباية، أو حفر أو ندبات غويطة في البشرة. كل نوع وليه علاج. علاج البقع البنية والدكنة سيرم فيتامين سي، بيفتح البقع ويوحد لون البشرة. استعمليه الصبح قبل واقي الشمس، أو تقشير خفيف زي ال AHA، بيجدد خلايا البشرة ويفتح العلامات. وممكن تستخدمي منتجات من براندات معروفة وكريمات تفتيح طبية زي ميلانو فري، لازم يكون تحت إشراف طبيب، أو كريم تريتو سبوت. وفي ماسك طبيعي لتفتيح الآثار زي ماسك الزبادي مع شوية عسل ونقطتين ليمون.
هيفتح البشرة تماما. تاني حاجة علاج الحفر والندبات الغويطة. الحفر الصعبة ممكن تمشي بكريمات، بس لازم حلول كويسة زي الديرما رول والديرما بن، جهاز فيه سنون دقيقة بتحفز الكولاجين وبيتعمل في العيادات، بس ممكن يتعمل في البيت بس لازم تحذير شديد. في برضو العلاج بالليزر من أقوى الحاجات للحفر، بس محتاجة جلسات كتير ومتابعة مع طبيب جلدية. وفي برضو كريمات فيها مادة الريتينول زي الديفرين بيساعد على تجديد البشرة تدريجيا. مفيش نتيجة هتظهر في يوم وليلة، علاج آثار الحبوب بيحتاج صبر وانتظام ومتابعة. حبي نفسك دايما بأبسط الحاجات، مع انك هتبصي في المراية وهتقرري ان انت هتستمري في صحتك وفي نفسك وفي بشرتك كمان وجمالك. بشرتك محتاجة حب واهتمام، والآثار حتى لو كانت بتضايقك اعرفي انك قادرة تتحكمي فيها وتخلي بشرتك ترجع أنضف وأجمل مع الوقت. لو مشيتي على روتين بسيط وثبتي كل خطوة هتشوفي الفرق بنفسك، والمهم انك ما تفقديش الثقة في نفسك. بس كده، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.